أصبحت قضية سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون MSA حديث الرأي العام في مصر بسبب ضخامة المسروقات اللي وصلت في مجملها لأكثر من 250 مليار جنيه. الدكتورة نوال الدجوي أو زي ما البعض من زملائها وطلابها بيحبوا ينادوها بماما نوال، اتسرق من خزنتها في الفيلا الخاصة بيها بأحد الكومباوندات الشهيرة في أكتوبر في محافظة الجيزة 50 مليون جنيه مصري و3 مليون دولار و15 كيلو ذهب، ومعه كمان 350 ألف جنيه استرليني. الحادثة دي أثارت ضجة كبيرة مش بس عشان المسروقات ضخمة جدا، لكن لأن الضحية ليست فقط شخصية أكاديمية مرموقة، بل أيضاً واحدة من أبرز الوجوه النسائية في التعليم الجامعي الخاص بمصر. وكعادة الناس مش بيعدوا حاجة غير ويحطوها في إطار ساخر. البعض علق بسخرية وقال نحسد السارق ولا المسروق، والبعض قال دي كانت فتحة بنك واللي محل صرفه في شقتها. وبعد كل ده والضجة دي فجرت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة مفاجأة مدوية بشأن الواقعة. التحريات أثبتت عدم وجود سرقة، وإن السبب خلافات بين الجدة نوال الدجوي والحفيد على الميراث بعد وفاة ابنتها منى. كمان التحريات قالت إن الواقعة حدثت منذ عدة أشهر ولم تبلغ حينها الدجوي الشرطة، وإنه تم إحالة البلاغ الجديد لجهات التحقيق للوقوف على ملابساته. وهي كمان اللي أسست جامعة MSA اللي تعد من أبرز الجامعات الخاصة في مصر. كمان الدكتورة نوال كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019 ضمن قائمة النساء الأكثر تأثيراً وإلهاماً وتقديراً لعطائها الممتد ورؤيتها التعليمية القائمة على الجودة والقيم والابتكار.